السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا مع بعض أكلة من أكلات التوفيق، وسهلة وبسيطة، مش تاخد منك وقت ولا مجهود. تعالوا نعمل مع بعض رز بالطماطم وفلفل مقلي كده هو بطريقة جميلة جدا هتعجبكم. معايا هنا طاسة، هننزل بمعلقتين زيت، وهنضيف بصلاية متقطعة قطع صغيرة وعليها رشة ملح ورشة فلفل. هنشوح البصلة معانا، بعد كده معانا قرن فلفل حار مقطعينه شرايح، هنشوحه مع البصل. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة صلصة طماطم ومعلقة صغيرة هريسة. هنشوح الصلصة بقى مع البصلة شوية، هنضيف رشة سكر وملح وفلفل. بعد كده حطيت علبة صلصة متفرزة من عندي، لو مش هتقف عندك ممكن تعصري طماطمتين، مفيش مشكلة. هنضيف ربع كوباية مية وهنسيبهم بقى يتسبكوا كويس قوي. الطماطم بعد ما اتسبكت هنسيبها تتسبك كويس. تعالوا بقى نعمل الرز. معايا هنا معلقة كبيرة سمنة ومعلقة زيت، هننزل بالشعرية، هنحمر الشعرية كويس. هنكون مجهزة كوبايتين رز مغسولين كويس ومصفيين. بعد كده هنضيف الصلصة اللي احنا عملناها واتسبكت كويس قوي، هننزلها ونقلبها كويس مع الرز. الصلصة مع الرز لمدة دقيقتين. بعد كده هنضيف عيار المية على قد الرز، وهنضيف نظبط الملح بس، وهنسيبه يتشرب عادي. طبعا الرز عشان فيه طماطم وصلصة فنقلبه كويس عشان ما يلزقش مننا، ونهدي على النار زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله الرز بس نقلبه عامل ازاي، مفيش اي قعر مفيش اي حاجة، عشان هدينا عليه النار وهو لسه فيه بق ميه صغير. هنهدي عليه النار عشان ما يلزقش مننا، لان الطماطم والصلصة الحاجات دي بتساعد ان الرز ممكن يلزق مننا، فاحنا نهدي عليه النار بدري شوية عشان يطلع معانا مظبوط. تعالوا بقى نقلي فلفل. معايا فلفل رومي وفلفل حامي. الفلفل الحامي بشقه كده بالسكينة زي ما احنا شايفين، والرومي بشيل البذر بتاعه من جوه واقليه عادي خالص وبس كده، واحط عليه رشة ملح ويبقى جاهز معانا كده. الرز بتاعنا جاهز والفلفل المقلي. اكلة سهلة وبسيطة ومبتاخدش منك وقت ولا مجهود، ومكونات بسيطة ان شاء الله تعجبكم. ورز جميل جدا هيعجبكم جدا وطعمه تحفة ومفلفل وجميل. ولو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم فيديو جديد وصفه جديده من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.